يان كولر واحد من اطول المهاجمين اللي عرفوا كرة القدم، بطول اكثر من 2 متر. كولر في الواقع كان كيخلق مشاكل للمدافعين خصوصا في الكرات الهوائيه، غير كتطلع الكره الفوق كيولي المدافع عارف بلي عنده مواجهه صعيبه ضد عملاق. ولكن المصيبه دابا في اي فوتبول، الا كان الخصم عنده كولر كتولي تقريبا عارف الخطه ديالو قبل ما يبدا الماتش. اجنحه كيجريو وكيقلبوا على المساحه وكيسونطريو الكره لداخل، وكولر كيطير فوق المدافعين كاملين. حتى الا عندك مدافع قوي غادي يسجل كولر، ولكن في الواقع يان كولر ما كانش غير مدافع طويل وصافي، كان مدافع قوي ذكي وكيعرف كيفاش يستعمل الجسم ديالو، وقدر يربح الدوري الالماني مع بوروسيا دورتموند، ولا هو الهداف التاريخي ديال المنتخب التشيك ب 55 هدف. ولكن كيفاش بدا هذا العملاق المسيره الكرويه ديالو، وكيفاش ولا واحد من اخطر المهاجمين في اوروبا، وعلاش حتى اليوم مازال مشهور عند لاعبين اي فوتبول. هادشي كامل غادي نكتشفوه في قصه يان كولر، العملاق اللي حول الطول ديالو لسلاح حقيقي في الملاعب. يان كولر تزاد في 1973 واحد المنطقه صغيره في التشيك. كولر من الصغر ديالو كان باين ان الجسم ديالو مختلف، ومع مرور السنوات الطول ديالو كان كيتزاد بشكل كبير حتى وصل ل 2 متر. ولكن الطول ما كيصنعش لاعب كبير، حيت كاينين بزاف ديال اللاعبين طوال ولكن ما قدروش يوصلوا لمستوى عالي. باش تنجح كمهاجم خاصك تعرف فين تحرك، تعرف فين توقف، وتعرف تحمي الكره، وتعرف تستغل الفرصه ملي تجي. وكولر مع الوقت قدر يطور هذه المواصفات كاملين. البدايه ديال المسيره الكرويه ديالو كانت من التشيك، ومن بعد قرر يخرج ويجرب حظه في بطوله اخرى، وهنا الواجهه كانت بلجيكا. وسنه 1996 انتقل كولر لنادي لوكيرين. في البدايه ما كانش نجم عالمي، ما كانش الاسم ديالو معروف عند الجميع، ولكن موسم من بعد موسم بدا المستوى كيتحسن، وكانت كتبان بلي عنده واحد الحاجه اللي كتخليه مختلف، حيت ما كانش غير طويل وانما كان كيعرف يستعمل الجسم ديالو. وإلا وصلته الكره كان كيحميها بظهره، وإلا قرب ليه المدافع كان كيصعب عليه ياخذ الكره، وإلا طلعت الكره عرضيه كيولي عنده امتياز كبير في الهواء. ومع مرور الوقت بدا كيسجل اكثر. هذا الموسم كان نقطه تحول كبيره في المسيره الكرويه ديالو، قدر يسجل 24 هدف في الدوري البلجيكي ولا هداف البطوله. وفجاه الانديه الكبيره بدات كتشوف فيه ماشي غير لاعب طويل فقط، ولكن مهاجم قادر يسجل بزاف ويقود الهجوم. من بعد هذا التالق جا واحد العرض من اكبر الانديه في بلجيكا اللي هو نادي اندرليخت. 1999 انتقل كولر لاندرليخت، وهنا دخل لمرحله جديده، فريق جديد ولا عنده ضغط كبير وجمهور اكبر ومنافسه اقوى. ولكن كولر ما خافش من هذا التحدي، بالعكس بدا كيسجل وكيأكد بلي الموسم اللي فات ما كانش غير صدفه. وخلال 2 المواسم مع فريق اندرليخت سجل اكثر من 40 هدف في الدوري، وساهم في فوز الفريق في الدوري البلجيكي 2 المرات، وفي كل موسم كانت القيمه ديالو كتزيد اكثر. وهنا الناس بدات كتفهم بلي كولر ما كانش غير مهاجم ديال العرضيات، وانما كان كيعرف يشارك في اللعب، كيحمي الكره كيعطيها لصحابو، ومن بعد كيدخل المنطقه باش يقلب على الهدف. يعني كان بحال نقطه ارتكاز في الهجوم. وبسبب التالق ديالو ربح جائزه افضل لاعب في الدوري البلجيكي. ومن بعد هادشي كامل جا الوقت اللي يدير فيه خطوه اكبر، والواجهه الجديده كانت المانيا، وبالضبط الفريق بوروسيا دورتموند. وفي صيف 2001 انتقل يان كولر لبوروسيا دورتموند، وهنا غادي يعيش واحده من افضل الفترات في المسيره الكرويه ديالو. والحاجه اللي كانت متميزه هو ما احتاجش وقت كبير باش يربح اول لقب ليه. اول موسم ليه مع الفريق ساهم بفوز بوروسيا دورتموند بالدوري الالماني سنة 2001 2002 وسجل 11 هدف في البوندسليغا. ولكن الموسم ما سالاش هنا، دورتموند كان وصل حتى لنهائي كاس الاتحاد الاوروبي، والخصم كان فاينورد الهولندي. في هذه المباراة كولر قدر يسجل، ولكن رغم الهدف ديالو بوروسيا دورتموند غادي تخسر النهائي. ومع ذلك كولر اكد انه قادر يلعب في المباريات الكبيرة ويبان. مع مرور المواسم بقى كيسجل وكيقدم مستوى زوين. ولكن شنو كان السر ديالو؟ اول حاجة طبعا هي الطول. ملي كتكون طويل وفي اكثر من 2 متر كتولي عندك افضلية في الكرات الهوائية. ولكن كولر ما كانش كيعتمد غير على انه طويل من المدافع، وانما كان كيعرف التوقيت ماشي غير كيقفز، كان كيعرف امتى يقفز، وكان كيعرف فين غادي تهبط الكره. يعني كان عنده التمركز مزيان، وكان كيعرف كيفاش يستعمل الجسم ديالو بلا ما يضيع التوازن. وهذا الشيء هو اللي خلاه خطير، حيت الا كان عندك الطول بلا تمركز ما غاديش تستافد منه، والا كانت عندك القوه بلا ذكاء غادي تضيع الكره. ولكن كولر جمع الطول مع القوه مع التمركز، وكان كيقدر يستقبل الكره والظهر ديالو للمرمى، كيحميها وكيتسنى صحابو يطلعوا، ومن بعد كيحاول يصنع الهجمه. يعني ما كانش غير مهاجم كيتسنى العرضيات داخل المنطقه، وانما كان كيشارك حتى في بناء اللعب. هذا الدور ديالو كان مهم بزاف. كولر في 2002 وقع ليه واحد الموقف اللي غريب بزاف، موقف خلى يان كولر يدخل تاريخ البوندسليغا بطريقه اللي ما كان حتى واحد كيتوقعها. بروسيا دورتموند كانت في واحد المباراه ضد بايرن ميونخ، وكولر كان بدا المباراه كمهاجم وحتى سجل الهدف الاول للفريق. ولكن من بعد حارس بروسيا دورتموند خرج بالبطاقه الحمراء، والمشكل هو دورتموند كنسلاو ليه التبديلات ديالو. يعني ما يمكنش حارس احتياطي يدخل، وهنا كان خاص شي لاعب يلبس القميص ديال الحارس ويدخل. وهنا يان كولر دخل الحراسه ولا حارس. تخيل معايا لاعب الطول ديالو اكثر من 2 متر حارس، وماشي غير وقف في الشباك صافي، قدر يمنع بايرن ميونخ من تسجيل اهداف اخرى. والمباراه سالت بفوز بايرن ميونخ ب2-1، ولكن كولر ما تسجل عليه حتى هدف. ولكن النجاح ديالو ما كانش غير مع الانديه، مع منتخب تشيك كولر ولا اسطوره. لعب اول مباراه دوليه في سنه 1999، ومن البدايه بدا كيسجل، وخلال سنوات طويله
ولا واحد من اهم اللاعبين في المنتخب، وشارك في بطولات كبيره، لعب يورو 2000 ويورو 2004 ويورو 2008، وشارك حتى في كاس العالم 2006. ولكن الانجاز الكبير ديالو هو الرقم اللي وصل ليه. في 91 مباراه دوليه قدر يسجل 55 هدف، ولا هو الهداف التاريخي لبلادو. 55 هدف رقم كبير، ولكن ولا اسطوره في بلادو ماشي غير حيت سجل بزاف، ولكن حيت حافظ على المستوى ديالو لمده سنوات، وكان المنتخب كيعتمد عليه في المباريات الصعيبه. والا كانت الكره داخل المنطقه كان كولر ديما واحد من اخطر اللاعبين. وفي يورو 2004 وصل المنتخب التشيك حتى للنصف النهائي، وكان كولر واحد من الاسماء المهمه في الهجوم. ورغم ان المنتخب ما قدرش يربح البطوله، بقات هذه واحده من افضل الفترات في تاريخ الكره التشيكيه. كولر من بعد سنوات ديالو مع دورتموند بقى كينتقل من فريق لفريق، لعب في التشيك، بلجيكا، المانيا، فرنسا، وحتى روسيا. وفي كل مرحله كان ديما معروف بنفس الحاجه: الا طلعت الكره الفوق خاص المدافع يرد البال. وفي سنه 2011 قرر يعتزل كره القدم، ولكن الاعتزال ما مسحش الاسم ديالو من ذاكره الجماهير، خصوصا جماهير دورتموند وجماهير منتخب التشيك. وزاد الجيل الجديد تعرف عليه بطريقه اللي مختلفه، واللي هي بلعبه اي فوتبول. بزاف ديال الناس كيلعبوا اي فوتبول ما عمرهم شافوا كولر في الواقع، ولكن ملي جربوا في اللعبه فهموا علاش المدافعين كانوا كيعانيو معاه. حيت الا كان الخصم ديالك عنده كولر كتولي الخطه اللي كيلعب بها عارفه تماما. جناح كيجري كيرفع كره الكولر، كولر كيتهز فوق المدافعين وكيسجل هدف. نفس الخطه في الماتش كامل. حتى في الواقع كانت هذه اكبر نقاط القوه ديال كولر. يان كولر علمنا واحد الحاجه اللي مهمه بزاف: كل لاعب عنده نقطه قوه، كاين اللي عنده السرعه، كاين اللي عنده المراوغات، كاين اللي عنده التسديد. وكولر كان عنده الطول والقوه، ولكن ما خلاهمش غير مميزات في الجسم ديالو، انما حولهم لسلاح داخل الملعب. ودابا السؤال لكم نتوما اللي كتفرجوا: واش عندك كولر في الفريق ديالك حاليا؟ ولا عجبتكم القصه غادي نكون فرحان بزاف اللي درتوا متابعه باش يوصلكم اي فيديو جديد. ما تنساوش ديروا ديك لايك. الله.